مرحبا. طلعت والدة شيكا، ربنا يديها الصحة يا رب والعمر ويعفي عنها ويقويها ويصبرها. قال في برنامج الأستاذ عبد الرحمن مذيع مصر، وقال وسألها على الميراث، قالت له يعني مش عارفة، بس هي لما اتكلمنا في موضوع الميراث هي اللي بدأت الأول وراحت ودت لهم 50,000 وعايزاهم يمضوا عشان خاطر إعلام الوراثة. فما كانتش والدة شيكا، عشان ما نظلمش حد، مش والدة شيكا اللي طلبت الميراث، بس جايز الذاكرة خانتهم ساعتها، هي اللي راحت لهم او راحت عشان تديها 50,000. 50,000 تبقى جايبة قفيل عيل متسول متشرد مزور راجع مترحل بربع جنيه، جايبه له قفيل ب3,700,000. تبقى قاعده في شقه تعدي 3 مليون، يعني الساعه كده 7 مليون بالمقبره. تامر حسني جايب لها ساعه بنص مليون هديه، 3 4 ايفونات بنص مليون، يعني الحصيله 10 مليون. انا مش هقول لكم نصيب الست ايه ولا ليه علاقه بموضوع الميراث. هل ال10 مليون وما خفي كان اعظم دول ما كانوش يعالجوا الراجل اللي زي السبع؟ ولا انت كنت عايزه قبر وشقه وعربيه وساعه وحياة فقط من غير الراجل؟ هل ال10 مليون دول 200,000 دولار ده كانوا يعالجوه في كندا؟ ده كانوا يعالجوه في كندا. تطلعي بقى تهددي، تطلعي تعايري زي ما طالعه بتهددي الست انك انت هتحبسيها عشان قالت حسبنا الله ونعم الوكيل. وماله، روحي احبسيها، بلد فيها قانون. احنا عارفين ان انت عديمه الاخلاق والتربيه، احنا عارفين ان انت معدومه الاخلاق والتربيه. والبورس بتاعك اللي دايره بيه من لايف للايف للايف، اللي طلع يدعي ان انا عندي بنت وان انا بنتي ماشيه في كذا وبنتي ماشيه كذا، والكلام كله غلط. انا ما عنديش بنات، انا ما عنديش بنات. ترموا الناس بالباطل زي ما تيجي في الجون، تيجي ما تجيش، اي كلام في اي كلام، اي افتراء، مش فارق معاكم اي حاجه. انا عمري في حياتي ما بطلع اتكلم بافتراء. كل الكلام اللي انا قلته انت عارفه ومتاكده انه صح، وده اللي جننك وخليك اتصلتي بكل شباب صحاب شيكا وقلت لهم الحقوا نزلوا عصام من على الجست، الحقوا ارجوكوا قولوا له العيش والملح، ارجوك يا فلان العيش والملح، ارجوك يا علان العيش والملح، وكذا وكذا، عشان انت عارفه ان انا كلامي صح. نيجي بقى للبورس الجربان اللي ما كانش لاقي ياكل، اللي كان مسمينه حرامي الاحذيه. سمعني واحده طالعه مخبر، حلاوتهم المخبر، طالعه بتهدد الاستاذ امير سالم بان فيديوهاته بتبعتها هي للنيابه، وبتهددني فيديوهاتك ببعتها للنيابه وان شاء الله يحطوكي على قوائم الانتظار. بتهددني. طلع الواطي يرمي بالافتراء ويدعي ويقول لك انت على قوائم الانتظار من 5 سنين كاني دعدوشيه، ويقول لك انت ايه، انت هربانه. هربانه وكل يوم بطلع لايف؟ هربانه وبخلص شغلي من السفاره؟ هربانه وكل يوم فيديوهاتي ما شاء الله ترند؟ انت فاكر ان انا زيك؟ فاكر ان احنا زيك؟ انت اللي تهرب مش احنا، لان انت مزور متسول حرامي. انما هتطلع تقول لي جزارين ومش جزارين وتترسم عليا. انا نشرت لك صورة الجزارين، نشرت لك صورتك، وفي صورة تانية انتظرها في الطريق محترمة برضو قوي، محترمة قوي. فالجعان لما يشبع ما يشبعش على اسياده. طالعة بتعايري منى ب4,000 كانت عايزاهم منك، طب ما هو خير اخوها. مش احسن ما تديهم للمتسول يفتح بيهم كافيه وان شاء الله يديك على قفاك وما يديكيش منهم وما تطولكيش منهم حاجه، بس عادي هتقعدي تتسولي على السوشيال ميديا وطالعه بتتكلمي مع ستك. طب انت متسوله على السوشيال ميديا، ايه علاقتك بيا؟ زي ما طلع المتسول يقولك انا بجيب 100 دولار من وانا عندي 15 سنه. كنت بتسرقها من مين ساعتها؟ كنت بتسرقها من مين؟ بيقولك انا بطلع ايطاليا من 2014 وانت ضارب شهاده ميلاد كانت 2010 2004، يعني انت من 2004 ل 2014 كان عندك 10 سنين سافرت ايطاليا وانت عندك 10 سنين، ولا تقريبا شهاده الميلاد المضروبه الثانيه اللي كانت 97 اللي سافرت بيها وانت عندك 16 سنه. لما تحاول تكذب زي في موضوع انك مطلع محمد ايهاب يقول عليك ان انت بتلعب في الدوري الايطالي، والدوري الايطالي شغال اصلا دلوقتي، بتقول لنا اسم النادي، دلوقتي بتنكر ان انت ترحلت من دبي. طب احنا هنجيب اصلا صفيحه جنائياتك وترحيلك من هناك، ما تقلقش. اتكلموا على قدكم يا صراصير يا حشرات.
تاني بقررها لك، مشكلتك ما بقتش معايا ولا مع حد، مشكلتك دلوقتي مع النيابة العامة مش معانا احنا. تروحي بقى تكذبي، تروحي تزوري زي ما انت طالعه ماسكه التليفون كده، وانا هطلع اللي في التليفون وانتوا ما تعرفوش انا هعمل ايه. ناويه تزوري فيديو جديد، ولا ناويه تزوري سكرينات جديده، ولا ناويه تزوري ايه جديد؟ ما احنا عارفين ان انت معاكي مزور كبير، زي ما انت طالعه بتهددي الناس وتقولي لهم ده اسلام ده خيره على اولادك، خيره لا ده خير ابوهم، خير ابوهم مش خيره. بياكل ولادك منين؟ هو كان لاقي ياكل؟ هو كان لاقي ياكل؟ الحافي الجعان كان لاقي ياكل؟ ما تعيشوش الدور على مال عيل سرقتوا منه شبابه، سلبتوه صحته وسرقتوا ماله يا شويه حراميه.